اهلا بيكم يا جماعه. الواحد بيفكر مع نفسه تفكير فلسفي. بيقول لك انا بقول يعني ليه الفلسفه ظهرت في اليونان؟ مش معنى اليونان او المنطقه الجغرافيه الغريبه دي؟ يعني اليونان ساعتها ايام الاغريق، حضاره الاغريق كانت قوه عظمى يعني ساعتها. ولكن مش معنى الحضاره الاغريقيه هي التي تنسب اليها ما بين قوسين علم الفلسفه. او مش هقول لك علم الفلسفه، مش علم الفلسفه، فن وطريقه تفكير، مش علم. المهم اشمعنى اليونانيين هم الذين انشأوا علم الفلسفه او برانش الفلسفه بشكل عام. فهناك في ثلاث اسباب اساسيه في الموضوع ده، ثلاث اسباب رئيسيه. اول سبب عندي وهو الديمقراطيه. اليونان كانت ايام زمان، ايام الحضاره الاغريقيه، ايام سقراط وقبل سقراط، ايام طاليس وهكذا. كانت او كان كان كانت ش- ك- كان شعب الاغريقي كان شعب ديمقراطي. يعني كان هو نظام الحكم عندهم شبه نظام الحكم في امريكا واوروبا دلوقتي، نظام ديمقراطي جدا. تداول السلطه، انتخابات باسلوب بشكل معين، يعني مش بنفس الشكل بالظبط. يعني مفيش عندهم صناديق الانتخابات والاقتراع، لا مش نفس الاسلوب بالظبط. ولكن بيجمعوا مثلا مجموعه من الوجهاء، بيختاروا حاكم معين. فالمهم، اول سبب عندي هو الديمقراطيه. طب ايه علاقه ده بالفلسفه؟ ان بشكل عام اصبح هناك ميادين عامه، ميادين بقى وساحات عامه للكلام عن في كل المجالات. يعني الناس تجمع مع بعضيها كده، تتكلم في كذا، تتكلم في كذا، تتكلم في السياسه، تتكلم في الادب، تتكلم في الاخلاق، تتكلم في العلم، اي حاجه. وكان هناك الحديث بشكل منفتح. مفيش بقى ايه بقى، مفيش بقى انغلاق ولا ديكتاتوريه زي اللي كانت موجوده في بلاد الفراعنه. ممنوع حد يتكلم الا الملك، او الصين او الهند، الحضاره الهنديه والحضاره الصينيه وهكذا. فاول سبب عندي اللي هو اول سبب على الاطلاق واهم سبب هو الديمقراطيه، حريه التعبير عن الراي. ده اللي انشا علم الفلسفه او برانش وفن الفلسفه. الحاجه التانيه وهو فصل العلم عن الدين. كل الحضارات بدون استثناء كانت بتفسر الظواهر الطبيعية على إنها ظواهر إلى حد ما، ظواهر ليها علاقة بالإله، ليها علاقة بالدين، ليها علاقة بالتفكير الأسطوري وهكذا. ولكن الحضارة الإغريقية نجحت باكتساح في النقطة دي، فصلوا العلم عن الدين. وبالدليل طاليس على سبيل المثال، طاليس اللي هو أول فيلسوف في التاريخ على الإطلاق قبل سقراط. طاليس كان بيفسر ازاي المطر بينزل، كان بيفكر الغيوم دي ازاي بتتكون، ازاي بتنزل المطر. كان بيفكر مع نفسه بطريقه معينه، اشبه الى ان تكون يعني طريقه ايه، طريقه يعني طريقه علميه تجريبيه. الحاجه الثالثه او الحاجه الثانيه زي ما قلت لك، فصل الدين عن العلم. لدرجه ان طاليس اول فيلسوف في التاريخ حسب الخسوف الشمس وكسوف الشمس والحاجات دي، الحاجات الفلكيه، الظواهر الفلكيه دي، اللي كان اغلب الناس ساعتها بيفسروها على انها غضب من الاله. لكن هم كانوا او طاليس كان بيفسرها وقاس بالملي بدقه شديده وتوقع ظهور الكسوف الشمس او حصول كسوف الشمس في سنه 585 قبل الميلاد. فده كان طاليس. الحاجه اللي بعد كده الحاجه اللي بعد كده السبب الثالث بعد السبب الاولاني اللي هو الديمقراطيه، السبب الثاني هو فصل العلم عن الدين. السبب الثالث وهو ان اثينا ساعتها كانت مركز التجارة العالمي. كانت مركز التجارة العالمي على مستوى العالم كله. كان كل التجار بيتجمعوا في أثينا، فكان بيتعرض عليهم بقى أفكار وثقافات الشعوب المختلفة. فهم كانوا بيفلطوا كده الأفكار، كانوا بينتقدوها. وكانوا يعني معنى صح اللي هو التنوع الثقافي ده خلق بيئة خصبة لظهور الفلسفة. يعني خلق بيئة خصبة لظهور الفلسفة. خلي بالك أنا هنا بتكلم، لازم تفرق هنا بين نقطتين مهمين جدا: بين الفلسفة كطريقة تفكير، وبين الفلسفة كعلم وكايه كماتيريال بتدرس. كطريقة تفكير كانت موجودة في قبل الحضارات اللي قبل كده، ايام يعني قبل الحضارات يعني قبل حضارة اثينا والحضارة الاغريقية. كان في قبل كده مثلا اخناتون ملك مصر او الفرعون المصري. اخناتون كان مؤمن ان الاله اتون هو الاله الوحيد للكون. يقال ان هو اخناتون ده كان نبي او كان مسلم، يعني كان مؤمن بالله، كان موحد.
فهو قال لك ان اتون هو الاله بتاع الكون، ولغى موضوع الالهه المتعدده. فكان طريقه تفكيره دي طريقه فلسفيه، كانت حاجه ثوريه جديده، طريقه جديده في التفكير. ف فبعض الناس، بعض المؤرخين بيقولوا لك ان اخناتون ده فيلسوف، لكن لا، هو حاكم دوله وفي فكره ثوريه جت في دماغه، فعمل ثوره فكريه انجاز التعبير او دينيه في مصر كلها، في ربوع كل الدوله المصريه. وبالتالي خلق لنا هنا نوع من انواع خلق نوع من انواع الثوره الدينيه والفلسفيه والفكريه. ففي يقال اخناتون هو الايه، هو احد، هو اول من الفلاسفه القلائل في الفراعنه، ولكن ده مش دقيق يعني. هو حاكم دوله وعمل ثوره فكريه بس يعني. وبالتالي خلاصه الفلسفه وظهورها، ظهور الفلسفه من اهم الاحداث التاريخيه اللي حصلت في التاريخ كله. هو اللي عمل هو اللي خلى دول تقام ودول تسقط، وهو اللي خلى بشر وعظماء يظهروا واشخاص عاديين يخفت ويقفل نجمهم. بس كان معكم دكتور محمد حسن شتاين. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. كان معكم دكتور محمد حسن شتاين. اشوفكم في فيديوهات قادمه باذن الله، وسلام.